السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عماد. إخواني، سوف نتعرف اليوم حول العلامات الرئيسية التي نتعرف من خلالها عند شراء عصفور جديد على أن الطائر في صحة جيدة أو العكس. أولا إخواني، يكون الطائر الذي في صحة جيدة يكون ريش مرتب، وكذلك تكون حركته داخل القفص يتحرك بكل رشاقة في كل مكان، وكذلك يكون جسمه يعني مطلوق، ليس بجسم مكور أي جسم منتفخ. وكذلك يكون مخرجه ليس به لاصقة به فضلات خضراء أو فضلات لها لون يعني مثلا لون بني أو لون أسود. هذا كله تدلون على أن هذا العصفور هو عصفور مريض، وإنما نرى الريش قرب مخرج الطائر ليس به أي فضلات، يكون ريش طبيعي. وكذلك إخواني ننظر إلى عين الطائر وأنف الطائر، وهي نقاط صغيرة على منقار الطائر. تكون العين والأنف كما قلنا نظيفة وليس بها إفرازات. وكذلك ممكن إخواني أن نمسك الطائر باليد ونحاول أن نقربه إلى أذنينا لسماع صوت صدر الطائر، فإن كان به خشخشة أو صوت تنفس غير عادي فإنه مريض، وإن كان صوته يعني ليس به صوت عادي فإن هذا الطائر في صحة جيدة. وبهذه الطريقة أخوي نتعرف على صحة عصفورنا الذي سوف نشتريه. وعند شراء أخواني يجب علينا إن كنا نربي في المنزل أو في المكان الذي سوف نربي به هذا العصفور الجديد، ليس إن كان به عصافير نملكها، لا نحاول أن نضعه هذا العصفور مع العصافير القديمة، وإنما وضعه لوحده حتى نتعرف على أن العصفور ليس به جرثومة أو به أمراض ممكن أن تنتقل إلى عصافيرنا القديمة. هو يكون وضع العصفور لوحده مدة 10 أيام كافية جدا للتعرف على كما قلنا على أن العصفور سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.